في حياتك هتقابل ناس كتير، ناس هتحبك وناس هتكرهك وناس هتكون موجودة لمجرد الفضول. بس المشكلة الحقيقية إنك ممكن تضيع سنين من عمرك مع ناس ما كانوش يستاهلوا دقيقة. في ناس هتدعي إنها بتحبك بس أول ما تحتاجهم مش هتلاقيهم. في ناس هيوعدوك إنهم جنبك بس في أول اختبار هيختفوا. وفي ناس مشغولين بس بنفسهم وإنت بالنسبة لهم مجرد محطة عابرة، وإنت هتفضل عايش دور الضحية. هتفضل تجري ورا ناس مش مقدرينك، هتفضل تستنى كلمة تقدير من حد مش مهتم بيك أصلا، هتفضل تضحي وتدي وتسامح وفي الآخر تلاقي نفسك لوحدك. لازم تفوق، مش أي حد يبتسم في وشك يبقى عايز لك الخير، مش كل صحبة تبان حلوة تبقى صحبة حقيقية، ومش أي حد بيقول أنا جنبك فعلا هيكون جنبك لما تحتاجه. الوقت أغلى حاجة عندك وإنت المسؤول عنه. الناس الغلط مش بس بياخدوا وقتك، بياخدوا طاقتك، بياخدوا حماسك، بياخدوا أحلامك ويكسروها. وكل ما تتأخر في إدراك الحقيقة كل ما هتخسر أكتر. طب الحل؟ ابدأ صفي حياتك، قلل كلامك مع اللي وجودهم سلبي، ابعد عن أي حد بيقلل منك أو بيكسر ثقتك في نفسك، وخلي وقتك ومجهودك لأشخاص حقيقيين، ناس بتقدرك، ناس بتدفعك لقدام، ناس بتفرح بنجاحك مش بتحاول تعرقلك. لما تبعد عن الناس الغلط هتحس براحة عمرك ما حسيت بيها، هتعرف تشتغل على نفسك، هتشوف الدنيا بمنظور مختلف، وهتبدأ تلاقي النجاح اللي عمرك ما شفته طول ما كنت محاط بناس مش في مكانهم الصح في حياتك. وقتك غالي، متضيعوش على ناس ما تستاهلش. وفي ختام الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركتنا رأيك، دعمك يهمنا.